اليوم تاكو بنكهة عراقية، تاكو كباب لحم. التاكو أكلة مكسيكية مشهورة كلش بشوارعها ويسووها بكثرة وبأنواع هواية مثل الفلافل عندنا. اليوم أني سويتكم إياها بنكهة عراقية وعلى طريقتي، بس كان طعمه أطيب شي ضايقه بحياتي. يلا خل أعلمكم شلون تسووه. جبت كيلو لحم مثروم دهين وحطيت عليه بصلاية حمراء وباكتين معدنوس وخبضتها كل زين وملحتها همين كل زين. لازم تعجنوه كلش هواية على مود يتماسك عندكم ويصير عندكم قطعة واحدة مثل ما تشوفون بالفيديو. وراح أكبكبها واسوي على شكل كبابات صغار بهذا الشكل واحطها بالتبسي واحطها بالفرن واشغل النار الجوه بس. درجة حرارة الفرن حطيتها على 180. ورا ربع ساعة اقوم اقلب بيها. هسه خل اسوي لكم اطيب صلصة ويا هذا التاكو. لبن وراشي وسماق اصلي وكمون شوية وملح وليمونة كاملة معصورة ونخلطها كل زين ويصير قوامها كريمي يخبل. هاي الصلصة تقدرون تستخدموه ويا الكباب العادي ويا شاورما لحم. هسه نبدي نسوي التاكو. جبت خبز التورتيه حجم الصغير وراح اخلي كل وحده بيه كبابايه وافردها يجي بالشطر. راح اخلي عليها جبن موزاريلا مارسين هذا الازرق يكون طعمه مالح وكلش طيب، ونكبسها بهاي الطريقه ونجيب طاوه ونحميها كل زين ونحط عليها زيت شويه ندهن بيها التاكوات على لا تحترق ولا تلزق، وبعدين نخلي شوي هنا زيت لي فوق وبابريكا مدخنه. هاي اختياريه بكيفكم، تريدون تخلوها ما تخلوها. تضغطون عليها شويه مثل هاي الطريقه ورا شويه تقلبوها وراح يستوي عندكم. واهم شي الجبن يسيح. وهذا المشروع اذا تسووه راح تنجحون لان ادواته بسيطه والطعم يخبر. راح تكونون متميزين بالطعم وتقدرون تسوون هوايه حشوات من عنده. اللي ما يعرفني اني الشيف علي ربيعه صاحب سلسله مطاعم بي اكس، ويوميا انزل لكم مشروع جديد ووصفه جديده. ولا تنسون الرزق لا عليه ولا عليكم، الرزق على ربكم. واني احبكم كلش هوايه.